بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو يا جماعه انا كمان النهارده هو عن حاجه مهمه جدا جدا، ويمكن اغلب الناس ما بتاخدش بالها منها وبتعمل معانا مشكله، وبالتالي بنروح لاي فني نقول له ان المشكله ديت اللي هي ظهرت معانا بسبب الحاجه البسيطه اللي احنا هنشوفها مع بعض او هنعملها مع بعض. طبعا في ناس عندها الخلفيه وفي ناس برضو ما عندهاش الخبره ان هي تفك وتعمل الكلام ده. طب فيديو النهارده هو توعيه واقول لك ده ممكن يسبب في ايه. وناس كتير بتكلمني بتقول لي الموتوسيكل بتاعي بيدخن دخانه سوداء، وفي رحنا لفنيين قالوا ده جلد صباب او ده مشكله صباب. طبعا يا جماعه مشكله الدخانه السوداء بتكون بعيدة جدا 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 عن الصباب او جلد الصباب او ملهاش علاقة نهائي بالموضوع، عشان بس ما نروحش لأي حد يقول لينا ده مشكلة صباب، لأن أغلب الناس بتجيلي وتقول لي اللي أنا بقوله بالنص بالظبط كده. الموتوسيكل عندنا بيدخن دخانة سوداء وبياكل معانا بنزين، ورحنا لكذا فني قال لي ده مشكلة تكهات، ده مشكلة صبابات ودلايل صبابات، وهنضطر ان احنا نفك الموضوع. احب اقول لك لان الدخانه السوداء زي ما قلت انها ملهاش اي علاقه بالصبابات او بجلد الصبابات او ملهاش علاقه بالدخانه السوداء. طيب ايه السبب الدخانه السوداء؟ هقول لك دلوقتي ايه السبب بالظبط. وسبب اكل البنزين طبعا ده بيؤدي معايا لاكل بنزين. لو نفك مع بعض الفلتر بتاع الموتوسيكل زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، الفلتر طالع عامل ازاي من البايب ده. هل ده يرضي ربنا؟ يعني اللي احنا شايفينه ده يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا؟ ونرجع نقول لان الموتوسيكل بيدخل معانا دخانه سوداء، والموتوسيكل معانا مكتوم، والموتوسيكل فيه وفيه وفيه. طبعا الفلتر دون زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، شايفين كميه الاتربه اللي موجوده على الفلتر. طبعا ده يسبب معايا اكل بنزين، ويسبب معايا دخانه سمراء. ده يسبب معايا دخانه سمراء ويسبب معايا اكل بنزين. تمام؟ طيب ده السبب اللي ممكن الرئيسي اللي هو يكون بيعمل الدخانه السمراء اللي انا اتكلمت فيها. طيب السبب الثاني يا جماعه هو كربرتير. ممكن الكربرتير بيكون فيه اتربه او وساخه من الداخل، فبالتالي بيكتم معايا البكات بتاعه الموتوسيكل، فما بيدخلش منسوب الهواء او منسوب البنزين للبايب مظبوط، فبالتالي هيؤدي معايا لدخانه سمراء وهيؤدي معايا لاكل بنزين. نفس الكلام. يبقى اصبح اي دخانه سمراء يا جماعه موجوده في البايب هيبقى مشكله فلتر. هنبص على الفلتر الاول وبعد كده هنبص على الكربات. طبعا ده المشكله انا مطلعها قدامكم دي، راحت لاكتر من فني وقال له ده هي محتاجه ان هي تغير طقم صباب بالجلد. الفلتر يسبب معايا خنقه في الموتوسيكل، تقطيع في الموتوسيكل، يؤدي معايا لاستهلاك بنزين اكتر، يؤدي معايا لدخانه سوداء زي ما قلت، لخبط المكنه بالكامل. لان الفلتر ده يا جماعه وظيفته في الموتوسيكل زي مناخير البني ادم بالظبط. هل تنفع ان انت تكتم مناخيرك وانت يعني هل تنفع تكتم مناخيرك؟ بالفعل هتقول لي لا. هو نفس الكلام، هو روح الموتور هو الفلتر اللي احنا شايفينه ده، لان ده وظيفته اللي هو ينقي الهواء وهو داخل للكربرتير وداخل للموتور. فبالتالي يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، هو فيديو توعيه، لان والله العظيم انا بيجي لي الموضوع ده كتير جدا جدا، وبالفعل في ناس بتقع في الفخات دي وبيروحوا لفنيين ويفكوا الصبابات او بيعملوا الكلام ده كله، وبالتالي هنبقى احنا فكينا الموتور وادينا لفك الموتور على الفاضي، وهو مش الهدف في اكل البنزين او الدخانه السمراء. طيب الفلتر دوت
هنغسله الاول بشويه بنزين، وبعد كده هنغسله باريال. لو تابعت على القناه هتلاقي فيديو بكيفيه غسلانه بالظبط. هتقدر تنزل الحاجات دي او تغيره، مفيش اي مشكله. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو